النهارده هنشوف مع بعض واحد من افضل الفنادق اللي تقضي فيهم اجازتك وانت في شرم الشيخ. احنا في فندق انفورس بيتش، واحد من الفنادق اللي انا بحب اقضي اجازتي فيها، فخليني اوريكم في الاول شكل الغرفه من جوه عامل ازاي. بس قبل ما نكمل عايزكم توصلوا الفيديو ل 10000 لايك عشان تدعموني ان انا اكمل السلسله دي. طبعا اغلب الغرف في الفندق هنا مجدده بالكامل، يعني زي ما انتم شايفين الغرفه شكلها رائع. يجي هنا على ايديك اليمين الحمام، خلينا نكتشفه بعدين ونشوف الغرفه الاول. اول ما تخش الغرفه طبعا عندك الدولاب الظريف ان فيه هنا مكوه وترابيزه مكوه، بحيث لو عايز تكوي كل امورك تمام. هنا في مخدات اضافيه وشماعات كتير، وطبعا خزنه عشان خاطر الحاجات المهمه بتاعتك. عندك هنا عده خياطه، وهنا لو عايز تنظف الجزمه بتاعتك كمان في لبيسه للجزمه، وطبعا كيس اللاندري عليه كلمه انفورس. بحب الحاجه المودرن، الحاجه الوانها خفيفه، الحاجه اللي تحس الوانها كده بتهديك. هنا في كينج سايز بيد طبعا، وطبعا لازم يزوق لك الغرفه كده وانت داخل شويه ورد كده على الخفيف. الظريف جدا ان احنا داخلين برضو لقيتهم حاطين لي فروت باسكت طبق كحك عشان خاطر احنا في العيد. ناس ذوق والله. طبعا هنا ستايل الكوميدينو شكله غير اعتيادي تماما، شكله شيك صراحه، عاجبني، دمه خفيف. السرير من قبل ما اجربه شكله جامد، الاهتمام بالتفاصيل دي والحوارات دي ما تتوقعش ان السرير يبقى وحش، وده اللي انا شايفه من اول ما دخلت الغرفه صراحه. المرتبه مريحه جدا صراحه، واكيد طبعا بما ان المرتبه مريحه فاكيد هتلاقي مخده مريحه. جامد مرتبه يا جدعان، ومخده لحد دلوقتي جامدين جدا. يعني انا لسه واصل النهارده اتحطيت في مود النوم على طول. عندك كشاف الظريف المستخبي ده جنب السرير برضو، الناس اللي بتحب القرايه او عايزه اضاءه خفيفه جنب السرير بتاعها، وخد دي على طول. طبعا بيتحرك في كل الزوايا في كل حته، ظريف جدا صراحه. من الحاجات الظريفه جدا ان انت جنب السرير بتاعك في جنب الفيشه مخرج يو اس بي، بحيث مثلا لو انت عندك واصله ونسيت الشحن بتاعك حل لك هو المشكله ديت بكل سهوله. طبعا في تفصيله ثانيه ممكن مش مهمه لكل الناس، ولكن بالنسبه لي انا ريحتني صراحه، وهي ان الغرفه فيها فيش كتير. في بعض الغرف لما تسكن فيها تلاقي عدد الفيش قليل، ولكن هنا يعني خلينا نعد مع بعض. عندك جنب السرير هنا في فيشه وفي يو اس بي، من الناحيه الثانيه برده فيشه ويو اس بي، وهنا جنب فيشه الكاتل في برده فيشه ثانيه، وجنب الكنبه في فيشه 5. فانا عشان خاطر بتحرك بعده كاميرا ومايك وشواحن وبطاريات ومش عارف فبالنسبه لي ده مريح جدا صراحه. طبعا من الحاجات الظريفه برده ان هو حاطط لك هنا مكان للواي فاي، تقدر انت تقفله او تشغله عشان خاطر لو معاك تليفون او حاجه. وهنا لو انت عايز توصل اللابتوب بتاعك دايركت بكابل نتورك عادي عشان تبقى السرعه افضل. فتحس ان فيه اهتمام بالتفاصيل قوي. يعني فكره ان هو يحط لك ديت ان انت تشغل الواي فاي او تقفله، ما عندك امكانيه ان انت توصل اللابتوب بتاعك عشان تاخد نت اسرع او كده، فشيء لطيف. كمان في الورقه اللي دمها خفيف ديت، يعني بقول لك لكم القرار عشان خاطر نحافظ على البيئه. بقول لك لو انت عايز تغير مفروشات السرير حط الورقه ديت على السرير، فتحطها كده على السرير والهاوس كيبنج لما يخش يفهم ان انت عايز تغير ملايه السرير. طبعا دي عده الشاي، فعندك كاتل وشاي اخضر، شاي عادي، نسكافيه وكريمر، سكر عليه كلمه انفارس، وازازه ميه كبيره. ناس كرم والله، مش ازازتين صغيرين، حاطط لك ازازه ميه كبيره. طبعا عندك الكنبه الكبيره جدا ديت الموجوده في الغرفه، مساحه الغرفه كبيره جدا، ففي وسع، في حركه بسهوله جوه الغرفه. كنبه كبيره ومريحه تقدر انت تنام عليها عادي جدا، يعني تقدر تعمل دي كده وتمدد عادي جدا، ما عندكش اي مشكله. فحته الوسع جوه الغرفه صراحه مريحاني جدا. يعني كل ده بقى نسوق واركنوه على جنب كده، وتعالوا النقطه انا ما شفتهاش في اي فندق 5 نجوم قبل كده في مصر، وهي ان انت عندك تلفزيون سمارت في يوتيوب ونتفليكس تقدر تخش عليهم عادي جدا. تلفزيون 42 بوصه براند شارب. خلينا نجرب مع بعض. هتقول لي يا عم اسلام طب انا جاي اجازه عشان خاطر اتفرج على التلفزيون او اشوف نتفليكس ولا يوتيوب؟ اقول لك لا، انت بعد ما تخلص يومك وتيجي ترتاح وتمدد على السرير تشوف التلفزيون، تقدر انت عندك اختيارات كتير، تتفرج على اي حاجه على يوتيوب او نتفليكس او تشغل اي حاجه. يعني انت عندك تلفزيون سمارت فكل الخيارات مفتوحه قدامك. ونتفليكس طبعا لازم ان انت تحط الاكونت بتاعك، يعني لو انت مشترك على نتفليكس بتعمل ساين ان هنا عادي بالاكونت بتاعك، وانت مروح بقى تعمل لوج اوت وخلاص القصه انتهت. فصراحه الاهتمام بحته الترفيه اثناء اجازتك لو انت قاعد كمان مده 4 ايام او 5 ايام، فكره ان انت يبقى قدامك الاوبشن ده صراحه شايف انها ميزه جامده جدا. تعالوا نشوف مع بعض الحمام وبعد كده نشوف الفيو بتاع الغرفه بتاعتنا. بالنسبه لي فكره الالوان الفاتحه ديت صراحه دمها خفيف جدا. هنا عندك المرايه فيها اضاءه كمان، بحيث انت لو عايز تشوف ادق التفاصيل في وشك فيبين لك كل حاجه انت عايز تشوفها. حلوه جدا المرايه دي صراحه، عجباني. طبعا من تجهيزات الحمام واضح ان هم مكلفين، يعني في مجهود. الحمام شيك جدا صراحه، عاجبني لابعد حد. هنا عندك سشوار، هنا في الامينيتيز موجود، هنا عده حلاقه، فرش السنان، دينتال كيت برده نفس الفكره عشان لو انتوا شخصين في حاطط لك 2. طبعا هنا الشامبو والشاور عليهم كلمه انفارس، شاور جيل وكونديشنر مكتوب عليهم انفارس، مجموعه الاوتيلات بتاعت انفارس، شيء ظريف صراحه. فالحمام صراحه كتجهيز كل حاجه مظبوطه، مفيش فيها غلطه. الالوان مظبوطه، التصميمات حلوه، حاطط لك 2 بورنوس جوه الحمام بحيث بعد الشاور تقوم لابس مروق على نفسك. شغل عالي. عشان كده يا جدعان انا بحب الفندق ده عشان التركيز في التفاصيل بالشكل ده. تعالوا مع بعض بقى نشوف فيو الغرفه. الغرفه هنا طل على زي بحيره كده، هناك موجود حمام السباحه والبار. لحد دلوقتي بالنسبه لي كغرفه وكفيو رائع، مفيش فيهم اي غلطه. ناقص ان احنا نجرب الاكل ونكتشف الفندق اكتر مع بعض. الجيم برده هنا ظريف لو انت عايز تتمرن وتفضل محافظ على الروتين بتاعك. عندك هنا كل الاوزان، وعندك بقى الاجهزه هنا، يعني في كل الاجهزه برده متاحه. وجهاز بنج ده جهاز المتعدد الاستخدامات لو انت عايز تلعب باي او تراي او كده. هنا فري ويت، وعندك هنا العجله والتريب ميل وكل الاجهزه تقريبا
موجوده لو انت عايز ايه تحافظ على الروتين بتاعك وتتمرن براحتك. في لوكر هنا، في هنا ميه برده عشان لو انت تعبت وسط التمرين وعايز تشرب ميه. نزلنا نكتشف الفندق والظريف جدا ان هنا في 3 حمامات سباحه غير حمام السباحه الرئيسي اللي هو عليه الاكوا بارك. الشط اللي هنا شط صخري، الناس اللي بتحب انها تتفرج على الشعاب المرجانيه والسمك يلبسوا جدا لو معاهم نظارات او كده، تلبس النظاره بتاعتك وتتفرج بقى على السمك الجميل والاجواء جامده جدا. طبعا من الحاجات الظريفه جدا هنا هو ميني جولف، ملعب جولف صغير للناس الهواه اللي نفسهم يجربوا الفكره. تقدر انت تيجي هنا تغير جو وتتبسط وتجرب حاجه جديده. بجانب الميني جولف في نشاطات تانية كتير تقدر انت تتابعها كل يوم مع الانيميشن تيم. الانيميشن تيم موجود عشان خاطر تسليتك، عشان خاطر يبقى حريص ان انت طول الوقت بتعمل نشاطات وطول الوقت في اكشن بيتم. فكل يوم بيبقى في حاجه مختلفه او انشطه مختلفه على الشط او على البسين او كده توصل للكبار. في كيدز كلاب، كيدز كلاب دوت مخصص للاطفال عشان تسليتهم. تلاقي مثلا كل يوم بيعملوا حاجه مختلفه، تلوين، رسم، العاب. كمان حاجه مميزه جدا عندهم البيتزا ليسون. البيتزا ليسون دوت ان انت الاولاد يعملوا البيتزا بكل خطواتها، ان هم يتعلموا ان هم ازاي يطبخوا، يخلي اقامتهم اكتر ترفيه. كمان كل يوم بالليل في شو مختلف بحيث الترفيه يكون موجود طول الوقت. الساحات الخضراء جوه الفندق صراحه جامده جدا. قدام الغرف في المنظر ده يعني كميه خضار مش طبيعيه، وفيها ابو قردان بقى، ابو قردان بينظف الجنينه. بحب الحيوانات صراحه فشيء ظريف. في هنا مطعم اورينت على البيتش. المطعم دوت المفروض ان هو بيقدم اكل سناكس، بيتزا، مكرونه، علشان خاطر لو انت موجود على الشط ومكسل ان انت ترجع للمطعم الرئيسي فيبقى عندك اختيارات كتير. جبنا مكرونه سباكيتي عليها لحمه مفرومه، جبنا بيتزا مارجريتا عاديه، داخل البيتزا ظريف، طعم جامد. جرب مكرونه في اللذيذ، بحيث انت لو جوعت وانت على الشط تضرب اي حاجه من الكلام ده. كده بعد ما اتعرفنا على الفندق وشفنا اغلب الحاجات اللي موجوده فيه، نطلع نغير هدومنا عشان خاطر نتعشى. ولكن قبل ما نتعشى بقى عايز اوريكم حاجه. توزيع الاضاءه هنا في الغرفه رهيب، ملفت للنظر بشكل خيالي. بالليل بتبان اكتر، يعني انا ما كنتش شايفها اما شفنا غرفه الصبح. بس توزيع الاضاءه عامل ازاي، يعني ورا السرير هناك مثلا على الكرسي، على الكنبه، عند التلفزيون، فتحس ان توزيع الاضاءه لا يعني استاذ. لو عايز تقفل الاضاءه في اي حته وتشغلها في الحته اللي انت قاعد فيها، بحيث مثلا لو حد عايز ينام والتاني عايز يبقى صاحي، فلا توزيع اضاءه ذكي. مش كل الغرف دايما اللي موجوده في شرم الشيخ والغردقه بتلاقي الحته ديت مركزين فيها قوي، وفي بعض الغرف تحس انها كئيبه. ولكن بالنسبه لنا التوزيع الاضاءه صح، تحس انت نفسيتك افضل وتحس انت الاقامه يعني مرتاحه نفسيا. احنا دلوقتي رايحين نتعشى، ففي 3 مطاعم موجودين في الفندق. المطعم الرئيسي، المطعم الايطالي بيقدم اكل ايطالي، بيتزا وباستا حاجات زي كده، وفي ان انت تقدر تحجز رومانتك دينر، عشاء رومانسي على المطعم اللي موجود على الشط. ولكن احنا النهارده هنجرب المطعم الرئيسي ونشوف الاكل بتاعه. في المطعم بقى في حاجه ظريفه جدا وهي الاهتمام بالاطفال. يعني انت تلاقي هنا في اهتمام بالاطفال بليفل عالي شويه، حاطط لك كراسي معينه للاطفال، كراسي ملونه قعدتها ظريفه، الترابيزات كمان يعني صغيره، قعدات مخصصه للاطفال بحيث انها تبقى بعيد عن الدوشه، بعيد عن الازعاج، وفي تلفزيون قدامهم اللي عايزين يشوفوا كرتون او حاجه، فشيء ظريف جدا. الموضوع مش بيقف عند الحته دي بس، كمان الاكل اللي هنا كله متحضر للاطفال. يعني ايه متحضر للاطفال؟ يعني طريقه عمله ما فيهاش حاجات مثلا توجع البطن قوي، توم، بصل، الحاجات اللي هي تقيله قوي تشد على البطن شويه. في مثلا مكرونه، هنا عندك رز ابيض، فراخ جريلد، فتلاقي حاجات بسيطه اطفال بيحبوها. الاوبن بوفيه يعني بنفس طول الطفل، مش اوبن بوفيه كبير، لا، عشان خاطر هو عنده بوفيه بالظبط زيه زي الكبار، فحاجه لطيفه جدا بصراحه. بما انها بقى السي فود نايت، فاحنا جبنا اكتر من حاجه كده عشان خاطر نجرب ونتعايش مع الاجواء بتاعتهم. كان في رز بالجمبري الصيني، وفي سلمون، وفي تونه مشويه. برغم ان المطعم كبير ولكن المطعم زحمه جدا، فانتوا ملاحظين الدوشه في المكان وكده، فسوري يعني على الصوت ممكن ما يكونش افضل حاجه، وكمان التلفزيون بتاع الاطفال شغال ففي دوشه شويه. خلينا نشوف الاكل ايه. طبعا جبنا رز بجمبري معمول على الطريقه الصينيه، جبنا كمان تونه مشويه، وكمان سلمون معمول على الجريل. الحاجه شكلها ظريف يعني، خلينا نجرب ونشوف. تونه جامده، اديله لازم واحده كمان. بص تونه مستويه، تتبيله خياليه صراحه. نجرب مع بعض السلمون. يعني انا بالنسبه لي اول مره اجرب السلمون جريل، يعني معروف السلمون بيبقى مدخن شويه، خلينا نجرب مع بعض. جامد برضه، تتبيلته ظريفه. نجرب مع بعض الرز، للاسف مش معلقه، نقدر ناكل بالشوكه. الرز برضه خيالي، يعني رز حلو. الجمبري بقى ايه، معمول مستوي كامل، فنضطر نعمل كده نقشر. حجم الجمبري في الرز الصراحه ظريف. بنعمل الجمبري بقى بشو نار وكده والطريقه الصينيه وبتاع. بعد ما قشرناه نجرب. جامد، سي فود من الاخر. عجبني ان تتبيله الحاجه مظبوطه متوازنه، مش زياده قوي ومش قليله، فالطعم ظريف. نخش على الطبق الثاني. ثاني طبق جبناه هو الاخطبوط الجريل. ده شكله انا جربت قبل كده الاخطبوط واحنا في تنزانيا، كان طعمه ظريف بالنسبه لي، كان جديد خالص، ولكن بجربه في مصر لاول مره، ربنا يستر. ده شكل الاخطبوط عالمي بالنسبه لي، افضل حاجه جربتها لحد دلوقتي، يعني احسن من الجمبري والسلمون والتونه، هم جامدين. ده في حته ثانيه خالص. اخطبوط يعني معمول جريل، تعمل برده قدامك، حط عليه بصل وفلفل وحاجات، فطعم حكايه.
ناخد بق بيبسي كده يبقى احنا خلصنا. الغرف اللي احنا شفناها هنا هي غرف السوبيريور رومز، اجدد غرف موجوده في الفندق، فعشان تبقوا عارفين وانتوا بتحجزوا نوع الغرفه اللي انتوا بتحجزوها. طبعا الفيديو ده سبونسر باي انفارس، فهتلاقوا فيه كود خصم على اقامتكم هنا لو حجزتوا عن طريق السايت بتاعهم، فما تنسوش تحطوا الكود عشان تاخدوا الخصم وتاخدوا افضل سعر. كده يبقى شفنا مع بعض فندق انفارس بيتش، واحد من افضل الفنادق اللي انا بحب اقضي اجازتي فيها في شرم الشيخ. عجبكم فيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واكتبوا لي في الكومنتات ايه الاماكن الثانيه او المدن الثانيه اللي انتوا تحبوا ان احنا نعمل لها ريفيو للفنادق بتاعتها. سلام.